في ملعب حسين أيت أحمد بالجزائر اللي شفناه بعد مباراة شبيبة القبائل والأهلي المصري ما كانش مجرد 90 دقيقة كورة. اللي حصل كان أقرب لانفجار كروي كشف أعصاب القارة الإفريقية على حقيقتها. المشهد فوضوي، مدرجات مشتعلة، مقذوفات بتنزل في كل اتجاه، وحكم المباراة الزيمبابوي برايتون شيمن واقف في النص بالضبط، تحسه تايه، مش عارف يمسك القانون ولا يحتمي بالخوف. بس القصة مش هنا. القصة إن اللي حصل في تيزي وزو ما وقفش عند حدود الجزائر. الاهتزازات دي وصلت بعيد، وصلت لزيورخ، لمقر الفيفا نفسه. وهنا دخل جياري إنفانتينو على الخط، والراجل اللي متعود دايما يتكلم بدبلوماسية باردة المرة دي كان مختلف، غضبان، ومش غضب عادي. في تصريحاته لشبكة سويسلية بدأ بجملة كانت إعلان صدام مباشر: ما شاهدت في مباراة شبيبة القبائل والأهلي لا يمت لكرة القدم بصلة، نحن لسنا في غابة. الجملة دي لوحدها كانت كفاية تفهم إن الموضوع كبر قوي. إيه اللي خلاه يوصل للمرحلة دي؟ إنفانتينو كان قدامه تقارير مصورة، مش كلام مرسل، لقطات واضحة بتوري عشرات المقذوفات وهي بتنزل على لعيبة الأهلي. ومش بنقول إزازة مية ولا كوب بلاستيك، لا، الرجل حدد وقال أدوات صلبة، أدوات ممكن تصيب، تكسر، تقتل. ورفض تماماً تبرير الحماس الجماهيري، قال دي مش مشاعر، دي مخاطر حقيقية كانت ممكن تنتهي بكارثة. بس الصدمة الحقيقية التفصيلة اللي نقلت الموضوع من شغب رياضي إلى أزمة أمنية دولية. إنفانتينو قالها صريحة: رأيت جسماً معدنياً يلقى داخل الملعب، وعند مراجعة اللقطة اتضح أنه سكين. وهنا سأل السؤال اللي فضح الكل: إزاي سكين تدخل مدرجات ملعب في بطولة قارية؟ من اللحظة دي الكلام ما بقاش عن تنظيم ضعيف، ده بقى انهيار أمني كامل. والاتهام ما كانش للجمهور بس، الاتهام كان للمسؤولين عن تأمين المباراة، وصمة عار بتهدد سمعة الكرة الإفريقية كلها، مش الجزائر لوحدها. وكأنه ده ما كانش كفاية، إنفانتينو لاحظ حاجة أخطر. قال إن كل ما الأهلي يبدأ هجمة منظمة، كور تانية كانت بتترمي فوراً لإيقاف اللعب. وده توصيفه كان واضح، ده مش شغب، ده تخريب متعمد للمنافسة، يعني خطة مسبقة لإفساد المباراة وضرب نزاهة اللعبة في الصميم. ومن المدرجات إنفانتينو نزل لغضبه جوه الملعب، وتحديداً على أداء الحكم برايتون شيمن. الوصف كان قاسي، مرتبك، عاجز، وغير مسيطر على المباراة. وكان عنده دليل: لقطة مفصلية غيرت كل حاجة، قرار تحكيمي مثير للجدل في الشوط الثاني، قرار قلب المباراة رأساً على عقب. إنفانتينو قال: شاهدت اللقطة أكثر من مرة، القرار لا يمكن الدفاع عنه. ما قالش تقديري، ما قالش جدلي، قال خاطئ. وربط الخطأ ده مباشرة بغياب تقنية الفار، وسأل السؤال المحرج للكاف: إزاي بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا تتلعب من غير فار؟ من وجهة نظره غياب الفار مش نقص تقني، ده سماح بالظلم. وفي آخر كلامه وجه إنفانتينو تهديد واضح: يجب فتح تحقيق فوري، وإذا لم يتحرك الكاف الفيفا سيتدخل. رسالة ما فيهاش هزار. ورغم كل ذا أشاد بحاجة واحدة: انضباط لعيبة الأهلي اللي ما انجرفوش للفوضى. بس حتى الإشادة دي كانت إدانة للنظام، لأن اللاعب مش مفروض يبقى بطل في مواجهة خطر أمني، النظام هو اللي فشل. طيب، ده الجانب السياسي. إيه بقى رأي المرجع الأعلى للتحكيم؟ ندخل على بيير لويجي كولينا. لو كلام إنفانتينو كان ناري، كلام كولينا كان مشرط جراح. قالها من غير مجاملة: لن أستخدم لغة دبلوماسية. الخطأ الذي ارتكبه الحكم الزيمبابوي بدائي وغير مقبول. كلمة بدائي من كولينا دي إدانة كاملة للأهلية التحكيمية. وشرح ليه. حلل القرار وفقا للقانون رقم 12 وعدد الأسباب: لا توجد مخالفة واضحة، لا تعمد، وضعية الجسد طبيعية، ضغط نفسي واضح على الحكم. وبعدين قال الجملة الأخطر: الحكم كان ينظر إلى المدرجات أكثر من الكرة، تشخيص نفسي قبل ما يكون فني. الحكم كان خائف، والحكم الخائف أخطر من الحكم اللي بيغلط. وهنا رجع وربط كل الكارثة بغياب الفار، وقال إن التقنية كانت ممكن تنقذه من نفسه. وختم بتحذير مرعب للكاف: إذا لم يتحسن التحكيم ستفقد البطولات الإفريقية احترامها. وهنا الصورة اكتملت: رئيس الفيفا غاضب ومهدد، وأيقونة التحكيم العالمي بتتكلم عن بدائية وانهيار نفسي. كل العيون بقت على الاتحاد الإفريقي، الكاف، والضغط كان غير مسبوق. داخل أروقة الكاف الأجواء كانت مشتعلة، ورئيس الاتحاد باتريس موتسيبي كان مطالب برد بحجم الزلزال. داخل أروقة الاتحاد الإفريقي ما كانش في هدوء، ما كانش في ابتسامات بروتوكولية، كان في ذعر حقيقي. ليه؟
لأن اللي حصل في ملعب حسين أيد أحمد ما بقاش مجرد واقعة مباراة، ده بقى ملف مفتوح على مكتب رئيس الفيفا شخصياً. باتريس موتسيبي كان تحت حصار كامل، ضغط إعلامي، ضغط سياسي، وضغط أخلاقي قبل أي حاجة. الكل كان مستني، هتعملوا إيه؟ هتسكتوا؟ ولا هتحاولوا تمسكوا العصاية من النص كالعادة؟ بس المرة دي العصاية اتكسرت. الكاف اضطر يتحرك، مش لأنه عايز، لكن لأنه مجبور. أول قرار خرج كان فتح تحقيق عاجل، مش لجنة شكلية، لا، لجنة طوارئ. تحقيق في 3 محاور خطيرة: الأمن، التحكيم، وتنظيم المباراة. يعني باختصار، كل أركان المنظومة تحت السؤال. مصادر من داخل الكاف قالت إنه تقرير الحكم برايتون شيمين نفسه اتقرأ بعين الشك، مش لأنه ناقص، لكن لأنه كان متناقض. في التقرير بيقول سيطر على المباراة، وفي الفيديوهات بنشوف حكم بيجري، بيبص على المدرجات، وبيحسب قراراته قبل ما يبص على الكرة. التناقض ده لوحده كان كفيل إنه الرخصة الدولية للحكم تدخل في الخطر. وهنا نوقف ثانية ونفهم إحنا بنتكلم عن إيه. إيقاف حكم دولي ده مش قرار بسيط، ده معناها اعتراف رسمي إنه في خلل في نظام التأهيل كله. وده اللي كان مرعب للكاف، مش بس شمن. السؤال الأكبر بقى، مين اللي رشحه؟ مين اللي قيمه؟ ومين اللي قرر إنه ينفع لمباراة بالحجم والحساسية دي؟ وهنا دخل اسم لجنة الحكام الإفريقية في قلب العاصفة. تقارير صحفية أكدت إن الفيفا طلبت قائمة كاملة بكل المباريات اللي أدارها الحكم خلال آخر موسمين، مع مراجعة كل قراراته المؤثرة. يعني إحنا مش بنتكلم عن عقاب، إحنا بنتكلم عن تشريح كامل لمسيرته. بس التحكيم كان نص القصة بس. النص الثاني كان أخطر: الملف الأمني. وجود سلاح أبيض داخل ملعب في بطولة قارية، دي جريمة مش رياضية، دي جريمة أمنية. مصادر قالت إن الفيفا طلبت تقرير أمني مستقل، مش من الكاف ولا من الاتحاد المحلي. ليه؟ لأن الثقة اتكسرت. السؤال اللي كان بيتردد في كل الاجتماعات، لو ده حصل مع الأهلي، هيحصل إيه بكرة مع منتخب؟ أو في نهائي قاري؟ أو في مباراة فيها جماهير أكثر؟ وهنا الكابوس الحقيقي للكاف: سيناريو سحب تنظيم بطولات. الكلمة دي اتقالت. الفيفا بدأت تلمح إن استمرار الإهمال ممكن يفتح الباب لإعادة تقييم جاهزية بعض الملاعب لاستضافة مباريات قارية. يعني بالعربي، اللي حصل في تيزي وزو ممكن يدفع ثمنه القارة كلها. وإحنا نرجع لنقطة خطيرة قوي: الأهلي. ليه الأهلي دايماً في قلب العواصف دي؟ الإجابة كانت حاضرة في كواليس الفيفا، لأن الأهلي فريق بيروح يلعب كورة ويرجع يشهد على انهيار المنظومة. اللي حصل ما كانش ضغط جماهيري عادي، ده كان اختبار حقيقي لقدرة النظام على حماية اللاعبين، والنظام سقط، مش جزئياً، سقوط كامل. لا حكم قادر يطبق قانون، ولا أمن قادر يمنع سلاح، ولا تنظيم قادر يحافظ على إيقاع مباراة. وده أخطر سيناريو ممكن يوصل له اتحاد قاري. وهنا نسمع تاني صوت كولينا زي جرس إنذار أخير. في كلمته الختامية قال جملة لوحدها كفيلة تهز أي مسؤول: كرة القدم لا تدار بالشجارة الفردية، بل بمنظومة تحمي الجميع. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش نطلب من لاعب يكمل ماتش وهو بيتقذف بمقذوفات، ما ينفعش نطلب من حكم يتخذ قرار وهو خايف على حياته، وما ينفعش نطلب من بطولة تحترم وهي بلا أدوات عدالة. غياب الفار مش رفاهية، ده إهمال متعمد. التغاضي عن أخطاء الحكام مش تسامح، ده تواطؤ بالصمت. والسكوت عن الانفلات الأمني ده مش ضعف، ده خطر عالمي. وفي اللحظة دي الكرة بقت في ملعب الكاف: يا إما قرارات حقيقية، إيقافات، تغييرات، تحديث شامل للتحكيم وتطبيق فار بلا أعذار، يا إما تدخل الفيفا بكل ما يحمله التدخل من إهانات مؤسسية. والرسالة كانت واضحة: القارة الإفريقية ما بقتش تملك رفاهية الغلط، لأن الغلط المرة دي ما كانش صفارة ولا قرار ولا حتى مباراة. الغلط كان إن المنظومة تعرض قدام العالم كله، ولو ما تصلحتش الزلزال الجاي مش هيبقى في ملعب، هيبقى في الكراسي العليا.